ويكره تجسيسه. ويكره تجسيس القبر. نعم. والبناء والكتابة عليه، يكره تجسيسه والكتابة عليه، لما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور والكتابة عليها. التجسيس والترخيم، وضع الرخام، وضع الجس على القبر، أو حتى في زماننا صب الإسمنت على القبر حتى يبقى مدة، أو وضع البلاط أو الرخام، كله نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهل الكراهة تحريمية على الأصل في المنع من البناء على القبور، أم أنها تنزيهية؟ وظاهر النهي التحريم، وليس هناك صارف يصرف هذا النهي عن ظاهره. فالقبور لا تصب بالإسمنت ولا تجصص ولا ترخم، يوضع الرخام عليها والبلاط، وهذا هو الأصل. ولذلك لم يفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يبلط ولم يرخم ولم يجصص قبره صلوات الله وسلامه عليه. والكتابة على القبر منهي عنها شرعا، فلا يكتب هذا قبر فلان الفلاني، منهي عن الكتابة على القبر. لكن لو وضعت علامة كالحجر الذي يوضع على القبر تعرف به قبر أبيك أو أمك أو قريبك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وصح عنه أنه قال: حتى أدفن إليه أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الكتابة عليها هذا قبر فلان الفلاني، لذلك تجد من المصائب العظيمة في تعظيم الموتى حينما يكتبون على قبورهم، فلا يتعظ الأحياء ولا يعتبرون أن هذا الميت صار إلى التراب، فإذا بهم يقولون هذا قبر فلان الفلاني بالألقاب ويعظمونه ويشيدون به، حتى لربما جاء زمان من ضعاف الإيمان نسأل الله العافية وضعاف النفوس ربما بالغوا في ذلك الشخص، خاصة إذا نسب إلى الصلاح فعبدوه والعياذ بالله. فهذا كله من الذرائع المفضية إلى تعظيم القبور، وفي تعظيمها من المفاسد. يقول العلماء رحمهم الله: إن المفاسد تتفاوت، والوسائل إلى المفاسد تتفاوت. معنى ذلك هذا قرره الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، أن الوسائل التي تفضي إلى أعظم المفاسد فإنها أعظم الوسائل حرمة، لأنها إذا أفضت إلى أسوأ المفاسد وأشرها كان المنع منها آكد. ولا شك أن تعظيم القبور يفضي إلى أعظم المفاسد، وهو الشرك بالله. وتعظيم الموتى أول شرك وقع في الأرض قوم نوح إنما وقع بتعظيم الموتى، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير سورة نوح، وبين أن قوم نوح لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا بدأوا بتعظيمهم، وقالوا إنهم قوم صالحون، وصوروا لهم الصور، ثم تدرج بهم الشيطان إلى عبادتهم. فهكذا يبدأ أول شيء بالقبر، ويقال: كيف تترك قبر أبيك هكذا ولا تعتني به؟ وكيف نترك قبر الشيخ فلان أو الإمام فلان ونتركه هكذا كسائر قبور؟ هذا رجل صالح، هذا رجل كذا. فيبدأ معهم بتعظيمه بصفة القبر، ثم بالبناء على القبر، ثم بالكتابة على القبر. ولذلك تجد في بعض المشاهد الموجودة في بعض بلاد المسلمين التي فتن بها كثير من الناس، حتى أنهم يكتبون القرآن ويكتبون الآيات ولربما الفاتحة على روح فلان الفلاني، وهكذا من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. القبور تسوى، وإذا دخل الإنسان المقبرة رأى أهل المقبرة كلهم بمرتبة واحدة، لا يفضل أحد على أحد، ولا يعلى قبر أحد على قبر غيره.
هذا هو الأصل، وهذه هي قبور المسلمين، وهذه هي قبور الصحابة رضوان الله عليهم. والمنبغي لزوم هذا الأصل. فالكتابة على القبور فيها فتنة، حتى ولو كتب عليها الآيات من القرآن ونحوها فإن الأمر أشد، حتى قال بعض العلماء أن هذا من امتهان القرآن، أن تبنى المقابر ثم تزوق بالآيات كما يفعل في بعض القبور، فهذا كله من البدعة والحدث. نعم. ويكره تجصيصه والبناء على القبر. ولذلك لما ذكرت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وارضاها كما في الصحيح الكنيسة وما فيها التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور التي تعجبت منها، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا كله غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله عز وجل. التعظيم للناس يفضي إلى المحذور، والأصل أن يعظم الله وحده لا شريك له، فلا يجوز فتح هذه الوسائل المفضية إلى أعظم المفاسد. وكل من تأمل حال كثير من المسلمين الذين ابتلوا بتعظيم القبور وعبادة أهل القبور بالدعاء والنذر والطواف بالقبور وجد أنها بدأت بمثل هذه الأمور، وأنه لو اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لما وقعت هذه المصائب العظيمة. فالبناء على القبور مفسدة عظيمة، ولذلك ينبغي أن تكون القبور لا يفضل فيها أحد ولا يميز على غيره. ولذلك لما خاف علي رضي الله عنه الفتنة أوصى أن يدفن ليلا وأن لا يعرف قبره رضي الله عنه وارضاه. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، فالنصيحة واجبة لعامة المسلمين، أن الشيء الذي يفتنهم في دينهم ويخشى عليه المفسدة ينبغي قفل جميع الوسائل المفضية إلى هذا البلاء العظيم الذي يؤدي إلى عبادة القبور وتعظيمها. ولقد رأيت بأم عيني امرأة في القديم حين كنت صغيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر استقبلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت، وكانت وافدة من بعض البلدان من خارج المملكة. هذا جهلة المسلمين، لو فتح لهم الباب لحصل من الشر ما الله به عليم. ولكن الله أنعم على هذه الأمة بهذا الخير وحمى الحرمين من كثير من هذه المصائب التي كانت. وحدثني الوالد رحمه الله يقول: لو كنت أدركت ما أدركناه من الزمان لعجبت ما كان من المصائب. وكنا في القديم في الصغر كنا إذا خرجنا الجنائز نسمع صياح الناس: وحدوه وحدوه، ما تستطيع أن تذكر الله من البدع والمحدثات. فإذا جئت إلى جهة القبر سمعتهم يصيحون بقراءة ياسين والسور والآيات، فقل أن تجد إنسانا يتعظ أمامه، الذي هو المقصود من تشييع الجنائز واتباعها. هذه كلها مصائب كانت، ولكن الحمد لله بفضله ومنه. ولا شك أن العلماء الناصحين كان لهم دور كبير، وأقام الله هذه النعمة بولاة الأمر أنهم منعوا مثل هذه الأمور التي كان فيها شر عظيم على الناس وعلى الخلق، فضاعت بها السنن وأحيت بها البدع. لكن الله سبحانه وتعالى أحيا السنة وأمات البدع بفضله ومنه وكرمه. تعظيم القبور مفسدة عظيمة وبلاء عظيم، ولذلك لا يبنى عليها ولا تجصص ولا يكتب عليها، وإنما تترك ويكون الناس فيها سواء.